خطة طريق واضحة صريحة قانونية سياسية عقلانية نسير بها في المرحلة الانتقالية. المرحلة الانتقالية دي في رأيي أهم من يأتي ومن سيحكم بعد هذا. يعني ألا تعتقد يا دكتور أنه يعني مع الظرف الحالي يعني الأمور مع تقديري وخصوصا أن حضرتك أستاذ في القانون، البعض ربما لا يزال يعتقد أن حضرتك أستاذ في الذرة والقنابل النووية والحاجات دي. لا بس لازم نوضح، حضرتك أستاذ طبعا ودرست قانون في القانون، وإذا كان هناك يعني قليلون يمكن أن يستفتوا فيما يخص هذه النقطة فيما يتعلق بالقانون، فحضرتك بكل تأكيد واحد منهم يعني. طيب ايه المخرج ولا يعني لو اردت ان اكمل السؤال بصراحه كده، لو حضرتك في موقع المجلس الاعلى للقوات المسلحه باعتبار ان مقاليد الامور الان بيده، ماذا كنت تفعل؟ كنت افعل ان المجلس الاعلى يستمر في الحكم، هو يود أن يستمر لمدة 6 أشهر ويقول على الأقصى ويقول أننا لدي صلاح، وأنا أقدر كل المسؤوليات. المجلس يعني تلقى مسؤولية ليست في من صلاحياته، ولديه صلاحيات كثيرة وهامة يجب أن يعود إليها. إذا استمر في 2 3 هو يستمر في هذا كما نحن عليه الآن. عندما يغادر يكون هناك مجلس رئاسي كما ذكرت، وحكومة نستطيع أن نسمي هذه حكومة الإنقاذ الوطني، تعيين 50 شخص من كافة فئات الشعب المصري، ممثلين لكافة. تعيينهم أم انتخابهم؟ أعتقد التعيين، وتحدثت كثيرا في هذا. تعيينهم فرنسا، الدستور الحالي الفرنسي، ولا نستطيع، يا ريت نبقى نص فرنسا في الديمقراطية، عينت 50 شخص لإعداد الدستور. وإنما مش المهم التعيين، المهم التواصل مع باقي الشعب وعودة المقترحات والآراء على المشروع الدستوري إلى اللجنة، وبعد ذلك طرحه على الاستفتاء. إنما مع ذلك كريم ممكن يكون جزء بالتعيين، ممكن يكون جزء بالانتخاب، إنما وليس وإعداد الدستور ليس مسألة قانونية فقط كما قامت به التعديلات الأخيرة، هي مسألة في المقام الأول سياسية واقتصادية واجتماعية. القانونيين كما ذكروا لي أساتذة قانون الإلغاء هم مهمتهم فقط أن يضعوا تصور الدستور بأسلوب قانوني. هم لا صياغة فقط، صياغة فقط. فالطريق يا يسري واضح وصريح. يعني مجلس الرئاسي يستمر، المجلس العسكري يستمر حتى كيفما يشاء، 2 3 4 يحل محله مجلس رئاسي، حكومة إنقاذ وطني، قد تكون هذه الحكومة أو حكومة أخرى، بدء فعلا بلجنة تأسيسية لإعداد دستور. وقد ذكر لي من كافة الأساتذة لن تستغرق أكثر من 3 4 شهور، تمثل كافة قوى الشعب المصري. وبعد ذلك ننتخب على نظيف رئيس جمهورية بيحكم بدستور ديمقراطي، مجلس شعب، أعطيت للشعب فرصة ليكون أحزاب ويشكل نفسه ويشارك بمصداقية وفعالية في الحياة الجديدة. حرية التكوين الأحزاب، حرية تكوين النقابات. نحن في يعني احنا النهارده بننتقل نقله 180 درجه يسري، وبالتالي ما اقدرش ان نعمل بعد 30 سنه من عصابه في 6 اشهر اقول بقينا ديمقراطيه. النقطه دي واضحه، انا عارف ان حضرتك يعني تعود للتاكيد عليها، واضحه. انا اريد ان اسال عن، لان امامي الان اعلان نيه موقع ببصمه صوت حضرتك عن الترشح. عندما يفتح الباب اعلنت نيتك امامنا جميعا، امام الشعب المصري، انك تنوي ترشيح نفسك. صحيح. إذا لم يختلف الحال فيما يتعلق بهذه النقطة، أولا ستسحب النية مرة أخرى؟ لن أعمل كما ذكرت يا يسري لأكون جزء من ديكور. سأعمل رئيس جمهورية عندما أرى. إذن فالإجابة لا. الإجابة لا. الإجابة إذا ما كنتش أرى أن هناك منظومة ديمقراطية حقيقية وشعب ممثل في، ليس فقط في كرئيس الجمهورية، شعب ممثل في برلمان له صلاحيات. لغاية النهاردة جزء كبير من ميزانية مصر لا يدخل البرلمان، عشان لا يمكن أن أكون حاكم لمصر ولا أعرف ما دخلي عشان أعرف إنفاقي. يعني هناك السلطة القضائية ليست مستقلة بالكامل. يعني إذا كان لما لم تكن هناك، عشان أكون واضح، لما لم تكن هناك منظومة كاملة ديمقراطية، فأنا لن أكون جزء من هذا الديكور. كما تعلم هذا موقفي منذ أن عدت من مصر، لن أكون أشارك أبدا في أي، وسأستمر كما أطلقت عليه ريم أطلق عليه الناشط السياسي المعارض السياسي، إلى أن نحقق ما نراه في كل دولة في العالم،
نظام تمثيل حقيقي للشعب، الشعب يكون فيه السيد والحاكم، ويكفينا ما رأيناه دستور فاسد ينتج عنه نظام فاسد. طيب دكتور، يعني ده يمكن يرجعنا لسؤالك الأول اللي حضرتك قلت إن هو ده السؤال الأساسي اللي لازم نطرحه. هل نستأصل هذا النظام اللي حضرتك وصفته بالعصابة أم نجمل وجهه؟ والإجابة أكيد معروفة. يعني أنا مش متأكدة إنه ممكن يكون في حد يعني في بر مصر إلا لو هو يعني من أعضاء العصابة ممكن يكون عنده الاختيار التاني. استئصال هذا النظام بيستلزم ايه؟ بيستلزم الكثير، يعني بيستلزم خاصة بعد ما سمعت النهارده رئيس الوزراء، بيستلزم ان احنا عندنا بقالنا 30 سنة نظام طوارئ، وانا من اكثر المعارضين لنظام طوارئ. اذا كانت هناك حالة طوارئ في ال 30 سنة هي النهارده. يعني كان ينبغي تطبيقها النهارده. اليوم كافة قيادات النظام الفاسد، العصابة الإجرامية التي كانت تحكمها، يجب أن تكون تحت إجراء تحفظي في السجون اليوم. هذا أول إجراء سأخذه. كافة مؤسسات رؤساء تحرير الصحف التي لا تعبر عن الشعب المصري يجب أن يكونوا مغادرين أماكنهم الأمس قبل اليوم. النهاردة أديك مثال، امبارح كان يوم المرأة العالمي، خرجت السيدات في ميدان التحرير، أمي وأختي وأولادنا وكل، ليعبروا عن حقهم في المساواة. تحرشوا بهم البلطجية جنسيا. حطيت رسالة على صفحتي مساء أمس أعبر عن تقديري ويعرفاني لكل سيدات مصر. حضرتك بتغازل النساء. بالظبط. ذكر محمد الأهرام اليوم، وهي أكبر جريدة حكومية مأجورة للنظام السابق عشان أكون صريح، ذكرت أن الدكتور محمد البرادعي يغازل النساء. يبدأ حملته الرئاسية بدل أن يعبروا عن قلقهم واستيائهم وإن حصل تحرش جنسي بعد الثورة العظيمة اللي قمنا به. وما زال رئيس التحرير هو من رئيس التحرير عندما ذكرت كلمة السر، عندما قلت تغيير، حرية، ديمقراطية، ثاني يوم طلع قال أوهام التقاعد. ما زال في موقعه. كل هذه إذا كنا بنتكلم على استئصال، يجب استئصال كافة أجهزة المسؤولين عن أجهزة الإعلام، كافة قيادات النظام السابق يكون متحفظ عليهم حتى نواجه هذه الثورة المضادة، وأقصى العقوبات على من يقوم بمحاولة إجهاض الثورة عن طريق الفتنة الطائفية أو غيرها. هذا هو الاستئصال يا ريم، وإنما إذا ما لم نفعل ذلك فلا نبكي غدا. هل الدكتور البرادعي عنده إحساس إنه في تباطؤ ما في إجراءات استئصال النظام؟ بالطبع. قيادات النظام كلها ما زالت ترعى يعني في أنحاء مصر. زي مين؟ يعني لا أحب أن أدخل في الأسماء. نحن نعرفهم، قيادات مجلس الشورى، مجلس الرئاسة، البرلمان، كل رجال الأعمال الذين نعرف في دولة في الدنيا اسمها، في ثورة في حاجة اسمها معركة الجمل، يعني موقعة الجمل. نعم. بنتكلم يعني والله ولا القرون الوسطى يعني، ونعرف مين كويس ما كانتش غزوة الجمل. يعني كل هذه على الأقل يجب أن يكون متحفظ عليهم. وبعد أن أسمع رئيس الوزراء بيقول أن هناك ثورة مضادة، طبعا هناك تأخر مشين في رأيي، لأن احنا النهارده له تفسير من وجهة نظر حضرتك؟ أنا ما أعرفش الحقيقة. هذه موضوع الأمن ده لغز بالنسبة لي. وأنا وكما ذكرت تفضل المجلس العسكري الرئاسي وتقابلت معه وقالوا أننا لدينا مشكلة في الأمن، وأن البوليس يعود ببطء. إنما أنا لا أفهم أين ذهب البوليس ولماذا يعود ببطء عندما رأيت اللي شفناه بالنسبة للأمن الدولي، 7 طوابق يعني إذا كانت يعني أنا أخجل أما أن أكون مصري وأقدم اعتذاري لكل مصري. إننا عشنا 30 سنة تحت نظام عصابة قهر الضمير المصري. الأستاذ محمد المخزنجي دائما يتكلم على الضمير، قتل الضمير المصري، وإنما وما قتلوش، هو ضغطوا الضمير المصري. طلع مرة أخرى في 18 يوم، وأصبحنا النهاردة صحيح ما زلنا فقراء، ما زلنا مش قادرين ناكل ولا نشرب، إنما استعدنا كرما. جميل. الصورة اللي معانا دي يا دكتور، أولا يعني كان انطباع الكثيرين عندما رأوها انطباع جيد ومتفائل. المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى رأسه المشير